هي مكان، بس مش المكان اللي في دماغك، لأ، دي غابة بس مودرن، فيها واي فاي وبقالات فيها فشار. وكانت ليلى مش الحمرا عشان لابسة كاب، لأ، دي لابسة هودي أحمر وعليه لوجو الأهلي. ما هي البنت دي بتشجع من وهي في البامبرز. وكانت ماشية في الغابة، لا رايحة لتيتا ولا بتاع، دي رايحة تتفرج على الماتش ومعاها كيس فشار قدها مرتين. وهي ماشية يطلع لها قط، بس مش قط عادي، ده قط ملبن، لابس نضارة سودا وشايل شنطة كروس ومميل الطاقية على جنب كده كأنه نازل يقابل صحابه في الكافيه. قال لها رايحة فين يا شطورة؟ قال يعني شغال أمن غابة. بس استنوا، في ريحة خيانة في الجو، وورا شجرة هناك كان واقف الذئب. الذئب اللي دايما فاكر نفسه شرير، بس شكله يقول أنا غبي بس بحاول. قاعد بيخطط وبيقول هسبقهم على بيت تيتا واعمل فيها جدتها. يا سلام، شرير مع مرتبة الشرف في الفشل. جري بسرعة والهدوم بتطيل ولسانه طالع ورجله داخلة في بعض، يعني لو في رادار في الغابة كان جاب مخالف الجري بتهريج. أما أنا قاعدة بتفرج بمزاج وباكل فشار جنب ليلى. الراجل بيقدم عرض مش طبيعي. وصل بيت تيتا ولبس لبسها، والله لبس فستان تيتا ونضارتها، بس المنظر كان زي الأسد لابس لبس أرنب. دخل الأوضة وعمل نفسه نايم مكانها، بس اللي ما يعرفوش إن تيتا دي مش هبلة، دي تيتا الجيل الرابع، عاملة نفسها نايمة ومركبة كاميرا وفخ وخطة محكمة كأنها بتلعب في من سيربح المليون. وفجأة بوم، القفص نزل عليه من السقف واتعلق زي الكيس في المول. وشه متصدم ولسانه لافف حوالين دماغه ولسه بيقول أنا الجدة يا حبيبتي. يا جدة إيه يا حبيبي، دي تيتا كانت شايفاك من أول الشارع. وفي اللحظة دي وصلت ليلى والقط ووقفوا يتفرجوا عليه، وتيتا واقفة بتزغرد والقط بيضحك لدرجة إن نضارته وقعت، وليلى ماسكة فشار وبتقول هو ده العرض اللي أنا جيت عشانه. وبكده خلصت الحدوتة. الشرير وقع في المصيدة وتيتا كسبت الجولة، وليلى راحت تكمل الماتش. وانت لو عجبتك القصة ابقى ارجعلي، عندي حواديت تانية أغرب من الخيال وأكتر ضحك من الضحك نفسه. باي يا شطار.